صفيته بالمصفي وحبي أحمسه حمسة خفيفة كلش. نفس ماله. هلا وحبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله الكل تكونوا بخير وانتم تشاهدون فيديو اليوم. حبايبي عظم الله اجورنا واجوركم بذكر وفاة الامام علي عليه السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم انتم تعرفون الليلة 23 من رمضان. فاليوم نسوي نحضر ثوابات مال اهلنا. طبعا انا كل سنة هيك يوم اسوي ثواب الام وابويا واخويا وشيعة رسول الله وشيعة امير المؤمنين الله يرحمهم برحمته الواسعة. فحبيت اصور حشوة البرياني وتمن برياني، وان شاء الله اليوم نطلع نوزع ودجاج شوي. فحبيت اصور طريقتي اني البرياني والحشوة البرياني، ان شاء الله تعجبكم حبايب قلبي. امشي اراضيكم شنو جبت من الشارجة. حبايبي هسه حراويكم البهارات الباحة جبتها من الشارجة. هذه جوزة، هاي للحشوة طبعا اول شيء، بس للحشوة مو للتمن. هنا عندنا جوزة، هذه بهارات برياني، ثوم مطحون، ماجي دجاج. طبعا هذا اخليه بس للتمن، ما اخليه ويا الحشوة، يعني احنا عندنا هواية توابل. هنا بصل مطحون، هذا كاري، هي اني طحنته. هنا عندنا فلفل اسود، هذا اسكنجبيل، هذا كركم. من كل شيء خاشو قد شاي. عينك ميزانك، انا عيني ميزاني، اعرف ايش اخلي ما اخلي القياسات. فمن كل شيء شوي شوي ارش رشه بعد ما اكمل الحشوه واخلص، بالاخير ارش لها واخليها تتهدى بس. ها هنا عندنا كمون. طبعا انا حاكتب لكم اياها بصندوق الوصف، اخليها واشتغلوا عليها وياها. طبعا ملح، رشة من الملح هم اكتبها وياها حتى واحد ما ينسى. بس انا ايش راح اسوي؟ مكان الملح حدد من هذا الماجي، هذا كلش احبه هذا الماجي يخبط. هذا ركبه على التمن، طبعا من عندهم بالتمن هسه تشوفون. هنا جبت بازليا كيسين، ما احبها هوايه. طبعا البازليا انا شو اسوي؟ اغسلها مي حار وبعدين افورها بالجدار على مود لا تقوم تقرب، حتى لا تقرط البازليا، البازليا تقرط. هاي الشعريه نوعيتها كل زينه، وهاي نوعيه التمن هذا هندي. طبعا ايش قد مستخدمه اني تمن، بس هذا التمن شو اقول لكم عليه، يعني صدق يخبل هيك حبايته نهائية ما تنمرد وتظل على طولها يخبل، يعني ما ينوصف عينا وين مطاعم. هذا التمن ارقى نوعية، هذا التمن والله العظيم مو اعلان ولا ابدا، انا ما عندي شيء، بس هذا يخبل. هاي صار مرتين، هاي مرة ثانية. طبعا جبته مرة، هاي مرة ثانية. جبت هذا كيل 900 غرام مو كيلو، وهذا 4 كيلوات ونص. جبت هذا طبعا الاثنين حركبها. جبت هاي المكسرات حبايبي من كل شيء ربع بندق، ربع لوز وجوز وغازو وفستق حلبي. جبت كيلو من كل شيء ربع. جبت هاي ارشها ويا الحشو. وجبت هذه كشمش ربع كيلو. وجبت هذا حب الرمان، هذا ايراني طبعا ما اعرف الا اسم، بس اسمه صعب ما اعرفه. هذا هم جبت وياه ربع، بس هذا ما اخليه كله، شويه ابد من عنده لان هذا حامض. بس كل دجاج اني ما اسوي. وصلت من مطعم هنا بالكرادة، صاير يمسي ادريس
رحنا سفرة سيد إدريس واشتريت من عنده وعجبني أبدا ما بي زفارة، فوصيت من عنده العصر إن شاء الله أبو رقي يجيب لنا إياه. وجبت هذا اللبن شنينة، جبت منه صندوق دائما أنا أستخدمه، هذا ب 40 قطعة ب 10,000 دينار، كلش طيب يخبل. أنا شيء أجربه وأشوفه طيب أكرره، يعني أقوم أجيب من عنده. هسه نروح على البوتيتا حبايب. خليت هذا الزيت فرغته نص بطل عندي، فرغته. هذا دهن الحوض راح اخلي وياه كم خاشوقه اقليها حتى النكهه تصير طيبه. هاي الحشوه شوفوا البوتيتا خليتها تقرمش. البازليا يا حبايبي غسلتها وسلقتها، وهاي هسه هنايا صفيتها للبازليا. شوفوا حبايبي شلون استوت، خبل صارت. هاي البازليا هنا بقيت احمسها حبايب بعد ما سلقتها، صفيتها من الماي سوت عندي لانه البازليا تجزر مثل ما تعرفون، فنقعتها مي حار وسلقتها وبعدين بديت احمسها. وذبيت هذا حب الرمان، طبعا هو له اسم ما اعرف اسمه صعب. همينه غسلته اول دوره غسلته نقعته، وهسه صفيته بالمصفي وحبي احمسه حمسه خفيفه كلش. قلب كيل هي البازليا كل شيء حمسته بحد، حتى البصل بحد. هذا البصل شوفوا شلون حمصته حبايب، صار لونه احمر. والجزر سلقته هو صحاح على مود يصير التقشير مالته سهل عندي. وهنا بديت اقشر بالجزر، سلقته وقشرته وثرمته، تصير العمليه سهله مالته بالتسلسل. طبعا حبايبي بدي اشتغل انا. طبعا نسيت انا حبايبي بديت اذب بهارات، هاي بهارات برياني بعد زعفران، بسم الله الرحمن الرحيم. هسه حبايبي حرش المكسرات. هذا التمن حبايبي ذبيت له كركم وماجي بس فقط تصفى، وخليت له مي لحم مي عظام. وهنا كملنا مثل ما تشوفون الحمد لله والشكر. خلصته على الموعد لانه هذا كان فطور، وخلصته قبل الفطور وخليت ابو رقية ياخذه كله يوديه للمصلين جامع الخلاني. الحمد لله والشكر، جعله واصل بين ايديهم يا رب ان شاء الله. اتمنى عجبكم هذا الفيديو، لا تنسونا باللايك والاشتراك والدعم بالقناة، وانتظرونا فيديوهات جديدة ان شاء الله. مع السلامة.